إزاي تعمل لوكا لايك أودينس أو جمهور مشابه علشان تستخدمه في حملاتك الإعلانية؟ واحد من أهم أنواع الجمهور اللي أنت ممكن تعملها وحرفيًا بتطبع لك فلوس. اقلب الموبايل وتعالَ بينا على الشاشة. زي ما أنت شايف إحنا هنا فاتحين الads manager بتاعنا بشكل طبيعي، بنيجي هنا على البار ده وبعد كده بنختار audiences. وبعد كده بتبدأ إن إحنا تحمّل معانا صفحة الaudiences، باجي هنا كده وادوس على create audience واختار lookalike audience. أول ما باختار lookalike audience هنا بيقول لي select your lookalike source، بمعنى إن هو بيقول لي اختار الsource اللي أنت عاوز تعمل على أساسه الجمهور المشابه. فممكن كده هو هنا بيقول لي value based sources، أنت ممكن تختار هنا The Goat Academy أو Goat Academy، وممكن آجي هنا كده على other sources وابتدي إن أنا أختار من الcustom audience اللي أنا عاملهم، اللي إحنا اتعلمنا نعملهم مع بعض في الحلقة اللي فاتت. وما تنساش تعمل فولو علشان هنعمل نفس الموضوع ده على تيك توك، وهاعلّمك إزاي إن أنت تعمل الaudience الsaved audience والlookalike audience والcustom audience على تيك توك كمان. فاعمل لنا فولو علشان هننزّل لك حاجات تفيدك فعلًا. فالمهم ده Good Test 2 اللي إحنا كنا عاملينه الحلقة اللي فاتت اللي هو الcustom audience. فأنا هنا ممكن أختار أي custom audience عندي وليكن هاخد Good Test 2 اللي إحنا عملناه، وبعد كده بيقول لي select audience location، فهاقول له Egypt. وبعد كده هنا بيقول لي select audience size. يعني إيه select audience size؟ أنا هنا لمّا باجي أختار 1% فهو بيجيب لي ناس شبه الناس اللي أنا حاططهم في الcustom audience كويس أوي. يعني أنا لو في الcustom audience بتوعي مختار الناس اللي اشترت منّي قبل كده، فهو بيجيب لي ناس عندها نفس الاهتمامات وشبه الناس اللي اشترت منّي قبل كده، فأكيد الناس دي هتبقى مهتمة بالحاجة اللي أنا باقدّمها، فهُم كمان هيشتروا منّي. علشان كده باقول لك الموضوع ده أشبه بطباعة الفلوس بالضبط. أنت بتعمل منّه مكاسب خيالية، ولكن طبعًا لازم يكون عندك audience اشتروا منّك قبل كده، ولازم يكون عندك data sources قوية علشان تقدر تعمل الموضوع ده. طيب كل أمّا بازوّد، يعني مثلًا لو جيت هنا عملتها 2% بيبدأ عدد الجمهور معايا يزيد زي ما أنت شايف تحت هنا. لو عملتها 3% بيبدأ عدد الجمهور يزيد أكتر. ليه؟ لإن أنا باخلّي الموضوع upload أكتر، وباخلّي إن الجمهور نسبة التشابه ما بينهم هتقل. يعني أنا كل أمّا زوّدت الرقم هنا خلّيته 3%، 4%، 5%، نسبة التشابه بتقل. لكن لمّا باخلّيه عند 1% هنا نسبة التشابه بتبقى أقوى وأكبر، تمام. وبعد كده بادوس على create audience، بيبدأ إن الaudience تتكريت معايا علشان تبتدي إن هي تظهر معايا. هنا بيقول لي أهو lookalike goat test 2، ده الجمهور المشابه لgoat test 2. وبكل بساطة تبقى عملت الlookalike audience وتقدر إن أنت تستخدمها في حملاتك الإعلانية. ما تنساش تعمل لنا follow، هننزّل لك حاجات تفيدك دايمًا. أنا زياد سليم، وإحنا هنا كنا في The Goat Academy. ولو عاوز تستفيد أكتر تقدر تخش على المنصة الخاصة بThe Goat Academy وتشوف الكورسات اللي عليها هتخلّيك فعلًا محترف في مجال الماركتينج.